عجيب أمر التعامل مع الله، عجيب عجيب، ما رأيت مثله في حياتي، والله ما رأيت أحدا يتعامل مع أحد كتعامل الله مع خلقه أبد، والله ما أذكر شيء ما مر عليك في حياتك. ألا تحس بالذي أحس به؟ ألا تشعر بالذي أشعر به؟ أخي الكريم، سأظهر لك الآن مشهدا كيف أن الحيوانات إذا تعاملت معها بتعامل حسن كيف تقابل لك هذا التعامل. أرجوك تابع معي. أخواني، هذه قصة حقيقية. هذا شبل أسد صغير رباه اثنان فأحسنا إليه، يلعبون معه، يؤكلونه، يشربونه، ويقضون معه وقتا ممتعا في صغره. أخذاه إلى المدينة وأخذوا يربونه ويتعايش معهم. لاحظوا الشابين في صغرهما وهو صغير أيضا، ولكن يعني لا بد أن ينقلاه إلى أفريقيا مرة أخرى، لأنه لا بد أن يتكاثر ويتزوج ويكون أسرة. فلما أرادوا نقله ما رضي، لا يريد. وصلوا إلى أفريقيا ووضعوه هناك أمام مكانه الجديد ووطنه الجديد. يدور حولهما متردد، يذهب ولا ما يذهب، يذهب ولا ما يذهب، يقف ينظر قليلا ثم يرجع إليهما، ثم في النهاية قرر أن يذهب. وفعلا ذهب وعاش حياته الطبيعية، كون الأسرة، هذه لبوة، تزوجها وأنجب أشبال صغار. ولاحظوا أن الأسد كبر وتغير، وهذا الأسد الآن بعد تلك الحياة اشتاق الشابان إليه، فرجع مرة أخرى بعد أن كبر الشابان وكبر الأسد، وأخذوا يبحثون عنه فوجدوه. بعد فترة من البحث في أفريقيا وجدوه، فنزل وأخذ ينظر إليهما، يتعرف عليهما، يتذكر ما يتذكر، يشم رائحتهما وينظر. نظر إليه، لما تعرف عليهما وعرفهما انقض عليهما. لكن ماذا سيفعل؟ رأيتم؟ يضمهما بحب، مشتاق، فرح بلقاء، يضم بإيده وبعدين ما يصبر فينقض عليه ويقبله ويحاول أن يحك رأسه برأسه، ثم يذهب إلى الآخر، يبقى قليلا عنده ثم لا يصبر حتى ينتقل إلى الآخر فيذهب إلى الأول فيضم، ثم ما يستحمل ينقض عليه ويقبله. الله، ما هذا القلب! حنان، عطف، فقط لأنهما أحسنا إليه. لما عرفهما انظر ماذا يصنع. هو صادق في حب. الآن أحضر إليهما زوجته ليعرفهما بزوجته اللبوة. طبعا هي لا تصنع لهم شيئا، يعني هي لا تقول لهم شيء، لأن يعني أصحاب زوجها. والله عندما رأيت هذا المشهد جلست أفكر بصدق، يعني الله يتعامل معنا طوال اليوم بأحسن تعامل، يطعمنا ويسقينا، يرزقنا ويعافينا، وبعد ذلك لو أخطأنا يغفر لنا إن تبنا ورجعنا. يحسن إليك طوال اليوم، وتقف بين يديه 10 دقائق فلا تحسن التعامل معه. يحسن إليك طوال اليوم 10 دقائق فقط. الله تعالى ترون ماذا يقول لنا؟ يقول في سورة الرحمن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الأسود، الحيوانات المفترسة التي لا ترحم فارستها، أحسنت إلى من أحسن إليها. ألا ترحم نفسك أنت وتحسن الوقوف بين يدي ربك؟ نسأل الله أن يحسن وقوفنا بين يديه. لو أردت الدخول على ملك من الملوك فإنك تحتاج إلى موعد، وأن تتعرف على مدير مكتبه، ثم إذا أدخلك عليه، إذا أدخلك لربما ينظر إليك وربما لا ينظر، وربما يعطيك من نفسه الملك وربما لا يعطيك من نفسه، وإن أعطاك من نفسه وسمع حاجتك لربما يقبلها ولربما لا يقبلها. فإن أعطاك إياها أحسست يعني بمنه. أما الله فلا تحتاج معه إلا أن تقول الله أكبر، فإذا أنت بين يديه. أسأل الله أن يحسن وقوفك بين